السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ اشتقت لكم، ما ادري اشتقتوا لي مثل ما اشتقت لكم يا اعز الناس. ان شاء الله يا رب تكونون في احلى حال واسعد حال يا رب يا كريم. انا اليوم بقول لكم قصة حلوة وخفيفة، اتمنى انكم تستمتعون معي فيها. هذه امرأة تزوجت يعني بعد وفاة زوجها، وكان عندها طفل من زوجها الأول. كان عمر الطفل هذا 3 سنوات. راحت المرأة هذه إلى بيت زوجها يعني الجديد اللي تزوجته مع ولدها بعد زواجها، بعد زواجها من هذا الرجل الثاني. وكان هذا الرجال غني جدا جدا. ما اعترض الزوج، يعني شرطت عليه إن تأخذ يعني ولدها، ما عندها يعني أحد توديه عندها، بشرطها الوحيد على موافقة الزوج إنها تأخذ ولدها. طبعا هو رحب ووافق وقال له ما في مانع، ولدك هذا ولدي ومن هالكلام. طيب ما اعترض يعني على الطفل إنه يعني يجلس معاهم في البيت مع أمه، ما عنده أي مشكلة. بس وبعد ما مرت سنة طبعا المرأة هذه أنجبت طفل، والزوج كان فرحان جدا جدا بهذا الطفل اللي جاء، لأنه يعني حس إنه من صلبه، إنه بيربي واحد من صلبه. ولكن الزوج بدأ بعد فترة من ما يعني جابت الطفل هذا، تغير حال الأسرة كامل من الزوج والزوجة وولدها ولد الزوجة. بعد قدوم الطفل هذا بدأ يعني يبتعد عنه وما يلعب معه ولا يهتم فيه مثل الأول، وأصبح ما يتحمل وجوده في البيت. وفي يوم جاء الزوج من العمل ومعه يعني وهو جاي من الشغل، جايب معه هدية لولده، جايب له دراجة. طبعا هو يعني ما جاب دراجة لابن زوجته ولا زوجته، ما جاب له دراجة مثل ابنه. فكانت الأم مسكينة تتألم وحزينة على ولدها، وهي تشوف اليتيم ويتفرج على أخوه يلعب بالدراجة الجديدة. تكلمت الأم مع زوجها وطلبت منه يجيب دراجة ثانية لابنها اليتيم مثل أخوه، لكنه رفض وقال لها بأنه مو مسؤول عنه، وقال لها إذا ما وقفتي كلام عنه ابنك بطرده برا البيت. طبعا الأم خافت يعني ينفذ كلامه، خافت الأم على ابنها وبكت خوف على ابنها ما تفقده. تحملت الأم أن تشوف ابنها اليتيم يعيش حياة يعني مرة من ظلم وقهر وألم، أفضل من أنها ما تشوفه أبد. طب مرت الأيام وكبر الأولاد، وقام الزوج وراح وسجل ابنه في مدرسة يعني خاصة من أحسن المدارس، ورفض يسجل اليتيم. وقال أنا برضو كان يسمعها كلام، يقول لها أنا مو مسؤول عنه وولدها، علشان يعني عشان أصرف عليه وعلى تعليمه، وفي النهاية هو ما راح ينفعني ولن يحمل اسمي. قالت له الأم وهي يعني متضايقة، يمكن هو مو من دمك ولا ابنك وما راح يحمل اسمك، لكن هذا لا يعني أن يعني تحرمه من التعليم وتتركه في الجهل بدون تعليم. طبعا يعني هو مهتم في كلامها، قال أنت ما في قلب، قالت له يعني أنت ما في قلبك رحمة ولا شفقة. قال لها خلاص طفح الكيل، ما أقدر أتحمل، باختصار شديد ما أقدر أتحمل ولدك يعني في البيت، وجوده يعني يضايقني. فايش سوت الأم؟ حاولت إنها ما تخلي ولدها يسمع الكلام، علشان ما لأنه بدأ يفهم الكلام أصلا يعني جارح من زوجها. قرب الطفل من أمه وشافها وهي تبكي، جلس يمسح دموعها، جلست تناظره، فقال لها وهو يبكي لا تزعلي ولا تحزني يا أمي، ما في شيء يستحق إنك تبكي علشانه. يعني تعبت وأنا أشوف هذا الرجل يهينك كل يوم. هذا الولد الحين اللي يقول لأمه، يقول تعبت وأنا أشوفك الرجال هذا يهينك كل يوم من أجلي يا أمي، علشان تعيشي سعيدة بترك البيت ويعني وأروح يعني أشوف يعني مكان أعيش فيه بعيد عن عن هذا الرجل. الأم دعت لولدها وأخذ يعني ملابسه
طبعا أخذ ملابسه وراح يعني وقال لأمه، يعني وأمه قلبها يحترق عليه حزن، لأنها تفكر فيه وين بيروح وين بيعيش وكيف بياكل وكيف إذا مرض من بيعالجه وينتبه له. ورفعت يديها تدعي له وقالت له: اللهم استودعتك ولدي اليتيم فتكفل به واحفظه وأعيده لي سالما غانما يا رب. وهي تبكي. رجع زوجها من الشغل وشاف زوجته وهي سعيدة ومطمئنة وتعجب منها، يعني كيف انتي سعيدة ولسه ولدك ما مر عليه ساعات وهو تاركن البيت؟ سألها قال لها: انتي ليه سعيدة وانتي زعلانة على طلعة يعني ابنك؟ تبسمت وردت عليه: أنا تركت أمره يعني يتكفل به الله، هو بيحميه ويرعاه برحمته وهو قادر على كل شيء. وبعد جلس يضحك الزوج على زوجته وقال ولا قدر شعوره ولا حزنها ولا شيء، وقال لها: العالم برا ما ترحم مسكين ولا تشفق على جائع. قال لها: يعني أنت جنيتي. قال لها: يعني أنا اللي طردته من البيت، ما أدري من اللي يعني طرده. وسكتت ما ردت عليه. وبعد سنوات رجع ولدها علشان يزور أمه وهو شايل على يده طفل ومعه امرأة ثانية. سلم على أمه، كانت مو مصدقة اللي شافت إن ولدها قدامها وطيب وبخير والحمد لله ما عليه، يعني مبسوط ومرتاح. بعدين سألته يعني من هذه السيدة ومن هذا الطفل؟ قال لها ولده وهو يضحك: هذه زوجتي وهذا ابني. قالت أمه: كيف قدرت تعيش وانت ما معك يعني فلوس ولا مكان؟ قال لها: كنت يعني وحيد ما أدري وين أروح، يعني رحت أماكن كثيرة فكرت إني أجلس فيها، ما لقيت مكان أجلس فيه إلا بيت الله. لقيت مسجد في القرية صغير، صرت أنوم فيه أجلس فيه في النهار. أروح في النهار يعني أروح أدور شغل، في الليل أجي أنوم في المسجد. وفي الليل يعني ما خلاص ما في أحد يدخل المسجد، ففرصتين يدخل أنا وأنوم. أرجع يوم رجع الإمام المسجد وسأله، ولأن كان يراقبه من فترة، وسأله قال: وش قصتك يا ولدي؟ قال له قصته كلها باختصار. قال: ميدا أنا أستاذنك يا شيخ أني يعني أنام في المسجد هنا إلين ألقى لي مكان مناسب وأنتقل فيه. طبعا وافق وما قال لا، لأنه يعني حس إنه يعني حزن عليه وحس إنه محتاج مساعدة، بس مو راضي يتكلم. كل يوم يجيب له أكل وكل يوم يجيب له شرب ويطمن عليه. يعني سبحان الله سخر له الإمام المسجد. بس في يوم من الأيام مرض هذا الإمام، ما قام يصلي بالناس في مكان. من اللي كان يقوم بيصلي في مكانهم؟ هذا الولد الشاب. يقول قمت أصلي بالناس وأصبح الجمع يعني يحبونه ويحترمونه، لأنه يحب الناس ويحترم الناس وكان مؤدب جدا جدا. طبعا من كثر ما يحبونه اقترحوا عليه أنه يتزوج الولد هذا. قالوا له أن في بنت يتيمة وعايشة مع جدتها وبنروح نتكلم معها ونخطبها لك وتتزوجها. طبعا هو وافق لأنه يعني يتمنى يكون له أسرة وبيت. راح للجدة هذه وتقدم لخطبة البنت. وافقت الجدة وقالت: الحمد لله اللي يعني ربي رزقك بهذا الشاب المحترم الطيب حتى أموت وأنا مطمنة عليك. طبعا تكفلوا أهل القرية جميعا يعني كلهم يعني كل شيء يخص الزواج، وتزوج. وبعد فترة قصيرة يعني من زواجه توفت الجدة، جدة البنت. بعدين ورثت البنت هذه من جدتها أرض واحدة يعني. فخذها الولد هذا الزوج يعني الابن، خذ الأرض واهتم بالأرض هذه وزرعها، بدل ما تكون أرض واحدة صارت أراضي كثيرة، يعني صارت أراضي كثيرة وأراضي مو عادية، أراضي زراعية. بعد كذا تحسنت أوضاعه، يعني الحمد لله أصبح عنده أراضي وصار عنده زراعة وصارت عنده عيشة حلوة وبيت وزوجة وطفل وحياة سعيدة.
الأم من كثر ما هي تسمع القصة ولدها يقص عليها سالفته من طلع من عندها لما راح للقرية هذه عند الشيخ وتزوج ويعني وصارت عنده أسرة وصار عنده حلال. كانت تبكي ومو مصدقة اللي تسمعه من ولدها، إن الحمد لله يعني إنها تقول إن ربي الحمد لله يعني استجاب لدعوتي والله أرزقه وصار ولدي الحمد لله بخير وبنعمة. لكن الغريب من هذا كله إن الزوج لما رجع للبيت وشافه استغرب إنه كيف رجع معه حلال ورجع معه زوج وطفل، وكان يحسد يقول كيف إنه صار يعني أغنى مني وأحسن مني حال. يعني حاسدة على العيشة والحياة اللي يعني عاشها. طيب أنت يوم كان عندك وطردته، أنت كنت تتمنى أن يكون يعيش في عيشة بؤس بينك وبين عداوة مثلا؟ أكيد إنها بتتحسن حالته وبيصير أحسن، وهذا برضا الله وبرضا الوالدين. وطبعا جشعك وطمعك وأنانيتك اللي فرضتها على الزوجة وابنها سبحان الله ما وقف عندك. الله رازق يعني يرزق الإنسان في كل مكان. فالحمد لله يعني أنت كنت سبب في إنه يعيش هالعيشة الحلوة لما طردت من البيت، لأنه لو تم عنده في البيت يمكن ما راح يتغير حاله، يمكن يكون من بؤس لبؤس، يعني ممكن ما يتغير حاله، ما يكون حاله أحسن من كذا، ممكن يعيش حالة فقر أكثر، ممكن يعيش حياة حرمان أكثر. لكن سبحان الله يعني أنت طردت من البيت علشان يعني تحرمه الحياة السعيدة، الله أعطاه حياة أحسن من حياة اللي كان عايشها معك. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وأتمنى أن تكون يعني ما طولت عليكم حبايبي، ومع السلامة إن شاء الله بحفظ الله ورعايته.